الحكومة هتدفع 900 جنيه دعم كل شهر بداية من يوليو 2025. اعرف الشروط والمواعيد الرسمية. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة بقى قلت اغير شوية عن موضوع الدولار، مش كله ضرب ضرب، عايزين شوية شتيمة كده حلوة. فبصراحة كده يعني كنت بسحب فلوس، فلقيت كده حد كرم بيسحب، كان بيسحب قدامي، فالاخ اللي كان معاه كان بيسأله في زيادة نزلت. فالظاهر الناس كلها متابعه، لان طبعا الظروف اللي احنا بنعيشها من حاله اقتصاديه الى حد ما مش كويسه، فطبعا الناس كانت متشوقه حاجه زي كده. لكن قلت بقى النهارده اطلع على خبر كده كويس ممكن يعجب الناس، فنبعد شويه عن الدولار شو نقول شويه اخبار حلوه. يعني في خطوه بقى بتبين فيها قد ايه ان الدوله مهتمه تدعم الناس اللي محتاجه. الحكومه اعلنت رسميا انها تبدا تدفع 900 جنيه دعم شهري من شهر يوليو 2025 للاسر الاولى بالرعايه، وده طبعا برنامج تكافل وكرامه. الكلام ده بيجي تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه اننا بنوسع مظله الحمايه الاجتماعيه وبنحقق العداله في توزيع الفلوس. الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن والاجتماعي اكدت ان الزياده الجديده دي هتبدا تتصرف من نص شهر يوليو اللي جاي، وقالت ان في قيمه الدعم النقدي للمستفيدين زادت من المبالغ القديمه لحد 900 جنيه كحد ادنى. واشارت كمان ان التمويل ده للبرنامج ده بقى اكتر 11 مره من ساعه ما بدا سنه 2025. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص يا سيدي، هي في برنامج الحمايه الاجتماعيه للدكتوره مايا مرسي اكدت ان الكلام ده هيتنفذ من بدايه 15/7/2025، الشهر اللي احنا فيه دلوقتي، لان طبعا الحكومه عايزه تعمل برنامج تكافل وكرامه برضو الى اعلى مستوى. هل في شروط للدعم ال 900 جنيه دول؟ في شروط. انت شايف من وجهة نظرك ال 900 جنيه دول مبلغ اصلا يعني الواحد يعيش بيهم؟ انا مش بقول لك ان حد يعيش بيهم ولا حتى يكفوا مواصلاتك الشهريه، بس نوايا تسند الزيت في ظل الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها الدوله حاليا ومشاكل الدولار وبالي الجنيه والعكس صحيح. لما الحكومه تعمل حاجه زي كده انا شايف برضو من وجهه نظري ان هي كويسه. طب ايه هي الشروط بقى علشان تاخد ال 900 جنيه الدعم الشهري؟ بص يا سيدي، لازم تكون الاسره متسجله فعلا في برنامج تكافل وكرامه. الاسره لازم تكون من الفئات اللي ليها اولويه في الرعايه، يعني ذو الاعاقه، كبار السن، الارامل، المطلقات، الاسر اللي ملهاش عائل، يعني ملهمش حد يصرف عليهم. ولازم كمان الاسره دي تلتزم بشروط الصحه والتعليم، خصوصا لو في اطفال منتظمين في المدارس. يعني ما ينفعش واحده تكون مطلعه عيالها من المدارس وتروح تقول انا عايزه الدعم، لا، لازم تكون ولادها منتظمين في المدارس. ولازم كمان تكون في تحديث لبيانات كل اسره في بطاقه الخدمات المتكامله لو في حد ذو الاعاقه، لانهم طبعا بيراجعوا استحقاق الدعم ده بشكل مباشر علشان يتاكدوا من الناس اللي تستاهل بجد، والناس المؤهله، والناس المفروض ان هي تستبعد من البرنامج ده. طيب امتى بقى هيتصرف الدعم الجديد من تكافل وكرامه؟ الوزاره اعلنت ان ميعاد صرف دعم 900 جنيه كل شهر للمستفيدين هيكون في نص شهر يوليو 2025، وهيكون تبع جدول الهيئه القوميه للبريد ومكاتب الصرف المخصصه في كل محافظه. مايا مرسي قالت بقى ان المستفيدين اللي يقدروا يصرفوا الدعم ده تصرفوا ازاي؟ بص يا سيدي، اولا كده عن بطاقه ميزه او بطاقات صرف التموين اللي مرتبطه بالحساب، ماكينات الصراف الالي الاي تي ام، او عن طريق مكتب البريد المعتمده التابعه للوزاره. ويستحسن تخليك في مكاتب البريد احسن، او المكن الاي تي ام اللي تابع للبريد المصري. يا ترى بقى كام اسره هتستفيد من الزياده الجديده دي؟ حسب كلام الوزيره ان عدد الاسر اللي هتستفيد دلوقتي من برنامج تكافل وكرامه وصل لحد 4.7 مليون أسرة، وده بعد ما 3 مليون أسرة خرجوا من البرنامج ده من السنين اللي فاتت علشان ظروفهم اتحسنت. يعني اللي ابنه كبر قدر يصرف على العيله، الناس اللي هي ربنا رزقها وفتحت مصلحه. فانت دلوقتي بالنسبه 3 مليون قصاد 100 مليون متواجدين داخل جمهوريه مصر العربيه، فانا شايف ان ال 3 مليون ممكن يكون يعني ايه رقم مبالغ فيه شويه، بس هنعديها. طبعا ده على حسب المقال اللي هو نازل بخصوص الشأن الداخلي المصري. الوزيره بقى اكدت كمان ان الدعم ده مش بس فلوس، لانه بيشمل كمان اعفاء من مصاريف التعليم، ودي حاجة كويسة جدا. دعم من السلع التموينية، يعني برضو ده كويس. العلاج على نفقة الدولة، ودي حاجة كويسة وملموسة فعلا، وفي ناس كتيرة
اتعالجت على نفقه الدوله، على عكس كمان كان زمان ان الدنيا كانت خربانه شويه. خدمات التامين الصحي ده بقى اللي عاوز يشتغلوا عليه شويه، لانه بصراحه مليان، اقول ايه مش عارف اقول ايه، مليان فساد. لان الدوله لازم تشوف حل لوزاره الصحه، لان وزاره الصحه يعني اجرك الله. والناس اللي مصدومه في الموضوع ده الناس اصحاب المعاشات، الناس الكبيره في السن اللي هي ملهاش ملجا ولا باب غير خدمات التامين الصحي. ولازم تكون من اولويات رئيس دوله الوزراء مصطفى مدبولي موضوع الصحه ده، لان انا مش عارف هو ليه كده يعني مصهين على موضوع وزاره الصحه دي. مش عارف، انا مش عارف بجد والله بجد. يعني كانت في مشكله كبيره حصلت، كانت في واحده مش فاكر والله اسمها، كانت اكتشفت فساد كبير برضو. الموضوع ده انا مش عارف ليه ما تلمش. يعني ما تلم، يعني ايه ما تلمش؟ اتلمش يعني هل هي صادقه او كذابه؟ طيب لو صادقه الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ طب لو كذابه ما بتتحاسبش ليه؟ ما هي برضو بتشهر لسمعه الدوله المصريه، وبنتها خرجت تناشد حقوق الانسان وغيره. فدي برضو حاجه انا مش فاهمها لحد الان. يا ريت لو عندكم تفاصيل يعني تكتبوا لي في الكومنت تحت، نشوف تعليقاتكم في الموضوع ده. هل الموضوع ده اتحل ولا انا لسه برضو ما عنديش المعلومه ان هو اتحل؟ في كمان خطه مستمره علشان نوسع الحمايه الاجتماعيه. وزيره التضامن قالت ان برنامج تكافل وكرامه لما بدا كان بيخدم 1.7 مليون اسره بس، لكن دلوقتي بيخدم 7.7 مليون اسره بالمجمل من ساعه ما بدا. وده بيبين ان عدد المستفيدين زاد بشكل كبير، وده فعلا ملحوظ. الوزيره اكدت بقى ان الحكومه مكمله في دعم الاسر اللي محتاجه اكتر، خصوصا مع الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا بنمر بيها. ما شوف انا لسه بقول لك ايه، 900 جنيه مش هيعملوا لك حاجه، بس هنوايا تزنت الزير. فعلا في ناس محتاجه لكل جنيه مش لكل 100 جنيه. وشددت ان الزياده الجديده دي وصلت ل 900 جنيه كل شهر. دي مجرد كده البدايه، خلي بالك بس، دي مجرد البدايه لاجراءات اكتر من خطه الدوله بتعملها عشان تحقق العداله الاجتماعيه. ملخص الكلام ايه بقى عشان نختم بيه فيديو النهارده؟ الحكومه هتبدا رسميا تدفع دعم نقدي جديد قيمته 900 جنيه كل شهر بدايه من نص يوليو 2025، وده ضمن خطه كبيره جدا للحمايه الاجتماعيه من خلال برنامج تكافل وكرامه. حوالي 4.7 مليون اسره هتستفيد من الدعم ده. الشرط الاساسي ان الاسر دي تكون من الفئات الاولى بالرعايه، وتكون ملتزمه بالشروط الصحيه اللي احنا قلنا عليها في نص الفيديو. الدعم كمان فيه مزايا زياده زي العلاج المجاني، دعم التموين، التعليم، مبادرات حياه كريمه. وبس كده. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبه لي اسفل وصف الفيديو. ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.